صلي على النبي يا قمرية انت وهي في الكومنتات، وتعالي نعمل أكلة سمك بقى علشان زهقنا من المحاشي ومن الصواني والحاجات دي. هنعمل شوية جمبري مقليين تحفة، وهنعمل حبة في صينية برضو تحفة، وشوية سمك بقى لوز اللوز. بصوا الجمال قدامكم هيظهر اهو. بسم الله اللهم بارك. سمك مقلي بولتي ومكرونة وجمبري، وعملت صينية سمك كده في الفرن كانت تحفة بوري يا جماعة. بصوا حاجة قمر. وعملنا جمبري مقلي، وعملنا جمبري بصوص كده بشوربة كان تحفة، وشوية سلطات وبابا غنوج. حاجة كده بصوا تجري الريق. بجد بجد قلنا نغير لأن زهقنا من المحاشي ومن الصواني. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونخش على التحضير على طول. أنا هنا يا جماعة كنت شارية شوية جمبري كده أهو أهو، وشارية سمكية واحدة. هاتي من كل حاجة يعني أوزان قليلة علشان ما يفوتش منك حرام. جبت هنا هو كيلو جمبري اهو، وجبت كمان بصوا بسم الله ما شاء الله كان حلو اللهم صل على النبي وكان طازه. وجبت بولتي بتاع دوت واحده بوري بس عشان ابني بيحبها صينيه في الفرن كده. وجبت كمان سمك بولشي، وجبت سمك مكرونه. انا جبت بعددنا 4 سمكات بس بولشي. وجبت برضو مكرونه قليل مرضتش اكتر، علشان احنا عارفين بنعمل الاكل اليوم بيوم وحرام لما نرمي في الغلا ده. فجبت حاجات يا دوبك على قدنا يعني نفطر بيها. كل سنه وانتم طيبين، ينعاد عليا وعليكم بالف خير يا رب. طبعا انا فضيت الشنط بتاعتي في قلب الحاجه في الصينيه وفي الحله علشان اغسلهم بقى غسله محترمه. بس قبل ما اغسلهم عايزه اوريكي الحبل الرملي ده بيتشال ازاي بسهوله جدا. بجيب خله وسيبي اول عقله دي، او اهي انا من اول عقله والله كمان طلعتها. بصوا يا جماعه اهو، بصوا الحبل الرملي اهو بسهوله جدا. عشان ناس كتير قبل كده انا عملت الفيديو ده سالوني الحبل الرملي بيتشال ازاي بالخله. ان ما لقيتهاش في اول عقله هتطلع معاكي من تاني عقله اهي. بصوا اهو انا بوريه قدام عينيكم في الكاميرا. طلعت واحده واتنين كده وتلاته قدامكم علشان تبقى العمليه سهله مش صعبه. بس اوعي تسيبي الحبل الرملي ده، بتحسي بقرقشه في الجمبري كده يعني فعلا بيبقى فيه رمل. طيب هنخلص بقى ايه، انا هخلص الموضوع دوت بتاع الحبل الرملي. وهنا بقى كمان قصقصت الشناب بتاعته خليته كده يعني خلصته كله. وهنا هخش بقى اغسله غسله محترمه. بعد ما غسلته يا جماعه بحب احط عليه حبه ملح واعصر ليمونه كده اهو. كان بسم الله ما شاء الله كان حلو جدا. ولازم تضيعي يعني الزفار على قد ما تقدري منه، وتنقعيه شويه في الحاجه في المحلول بتاعه ده، ليمون وملح وسكر، وتسيبيه منقوع شويه. طيب بعد كده يا زوزو هتعملي ايه؟ يلا يا مريم مش هقولك اعمل ايه لما تحطي لي اللايك بتاعي. انا شايفاكي اللي قاعده مش حاطه اللايك. هفتح السمك بتاعي كده من هنا ومن هنا. بسم الله ما شاء الله كان السمك طازه وحلو. تعرفي السمكيه طازه ازاي؟ تلاقي عينيها بتلمع كده اهو، وتلاقي السمكيه ماسكه نفسها مش طريه كده معاكي. طريه دي بيبقى التلج كلها عند البياعين وبتبقى بايته. لكن اللي ماسكه نفسها اللي لسه طازه دي فريش وعينيها بتلمع كده، تعرفي ان السمك ده لسه صابح وطازه. وهنا برضو الجمبري عملت له محلول كده اهوت برضو. وهنا بصوا ما شاء الله غسلت ال البوري خليته فل كله. طيب تعالي بقى يا لوزة انتي وهي نعمل شوية التتبيلة والتمليح بتاع الاسماك والجمبري اللي احنا عملناه. عايزه تخليه سبايسي حطي قرن فلفل زي ما انا حطيت كده قرن فلفل حامي، وحطيت فلفل رومي، وحطيت قطعه توم مهروس من اللي انا كنت مفرزه معاكم اهو. وهنضرب كل ده وطبعا وحبة ملح، وتتبلي بقى حبة كمون وحبة كزبرة وحبة فلفل اسود. بس أنا ما كانش عندي كزبرة في اليوم دوت، او ما طحنتش يعني عندي بس ما طحنتهاش لسه. بس طبعا السمك روحه ايه يا جماعة، الكمون زيه زي الكشري بالظبط. وهنا التتبيله بتاعتي بقى كانت تحفه يا جماعه. عايزه تحطي حته فلفل حمرا كده براحتك، بس انا ما رضيتش احط لاني حاطه فلفل حامي عشان ايه العمليه ما تبصي مني. ورحت مقلبة عصوري بقى ايه مثلا بتاع 4 5 6 ليمونات كده اهو، حبة ماجي، تحطي 7 بهارات كمان، كل التوابل اللي انزلي بيها. وحطيت على الجمبري معلقتين كده. وهنا اهوت اللي هي تعتبر سنجاري بنحطها في الفرن يا جماعة. قطعت بصلاية حطيتها في صينية بقى كده وفتحتها تفتحي بطنها كده على الناحيتين. وهنا بقطع بصلتين 2 بس حلقات كده اهو. وبعد كده هتجيبي برضو فلفل رومي حلقات كده وتروحي مقطعاها عليها. يلا يا قمرايه لايك وشير، اقرب طريق لقلب جوزك معدته.
قومي كده واعملي طريقة الزوزو، بجد بجد هتتبسطي وهتدعي لي دعوة حلوة من قلبك. وخدتي شريحتين من فلفل الوان احمر واخضر واصفر، ورحتي طبعا فردة في قلب الصينية كده وعلى السمكية، وتروحي مبهراها، تحطي شوية ملح، الملح بسيط وكمون وفلفل وسبع بهارات وحبة ماجي. وبعد كده بتاع كوباية الا ربع مية وتنزلي بيها يا جماعة، وتروحي حطاها في قلب الفرن. كانت طعمها خطير يا جماعة، هتاكلي أحلى سمكة سنجاري في قلب الفرن، بجد طعمها تحفة. وطبعا حتة تومة برضو ايه عليها كده اهو. طيب بعد كده يا زوزو هتعملي ايه؟ مش هقول لك لما تديني اهو، بحط لك بقى كوبايه الا ربع ميه من هنا ومن هنا، وروحي دخليها في قلب الفرن. تعالوا بقى نحيق السمك البولتي بتاعنا. بصوا انا خليته فل يا جماعه، خليت قلبه بسم الله ما شاء الله. انا مخصصه فرشه عندي لتنظيف السمك، بتخلي السلسله بتاعته قشطه. انا لاني انا من النوعيات اللي بعرف لو لقيت في السلسله دم او الكلام ده، فانا بحب اخلي السمك كده زي الفل. طبعا انا تبلت المكرونه الاول كده، باخد السمكيه المكرونه نفسها بغطسها في قلب التتبيله وش وظهر عشان تبقى متحيقه. وانتي مفتحه البولتي في التفتيحات دي برضو حطي التتبيله بتاعتها. وبعد كده هركنه شويه عشان يتملح من التتبيله اللي احنا عملناها دي. طيب انا بقى هنا اهو خلاص برضو ملحت الجمبري بتاعي. هتعملي ايه؟ هاخد كام واحده جمبريايه كده اهو يا جماعه، عشان ابني كان عايز يشرب شوربه جمبري اهو. قسمته اتنين، او خدت المقلي اكتر. وتروحي حاطه فلفل الوان كده اهو، احمر واخضر واصفر. وتروحي بصلايه ومقطعاها برضو حلقات كده اهو. اهو كان طعمه خطير بصراحه، اوريكم الجمال. و... وتحطي كوبايه ونص ميه عليه، بس تتبليها برضو الاول، حته تومه كده من اللي احنا عاملينها. وبعد كده هتتفرجي على الجمال. هنا بقى يا جماعه بدرت الجمبري بتاعي، والتبديره دي برضو ليها طقوس عندي. بجيب الدقيق وعليه حبه نشا وحبه فلفل اسود وحبه كمون وحبه ماجي وحبه ملح، وقلبيه كله في قلب بعضه، وبدري وكلي احلى سمك بطعم كده بيبقى رائع اهو. طبعا الجمبري انا بحب اقليه الاول، انا بقليه بقشره يا جماعه، بيبقى بصوا في مكان تاني، طعمه تحفه بجد، طعمه حلو جدا. وكل واحد بقى بيقولوا كل دار وليه مدار، يعني كل واحده براحتها، عايزه تقشريه براحتك، عايزه تعمليه بقشره زي براحتك. وهنا كانت احلى سفره عملناها يا جماعه، بجد كان بسم الله ما شاء الله. الف هنا وشفا على اللي كل، والف هنا وشفا على اللي هيعمل على طريقه زوزو. وكل سنه وانتم طيبين، ينعاد عليا وعليكم الف خير يا رب. قلنا نغير المحاشي والصواني بقى، زهقنا وعملنا اكل السمك حلوه كده اهو. يلا لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله.